صاحب هذا الخبر. كابتن جمال حمزه، مساء الخير. مساء النور محمد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ كله تمام الحمد لله. قول لي، فعلا انت بتقترب من نادي الزمالك وفعلا انت طلبت العوده لنادي الزمالك؟ لا انا يعني طلبت العوده، بس انا لسه يعني عادي شغال مع نادي الجونه. ف في المفروض اتحاد الكوره بقى هو اللي هيفصل في الموضوع ده، لان انا طلبت ان انا افسح عادي، لان انا بقالي 6 شهور او اكتر ما مش عايزين ينزلوني التمرين. حضرتك عارف يعني الموضوع. عارف وما باخدش فلوسي خالص من نادي الجونه. ف يعني هو المؤكد ان هتوصل لصيغه اكيد مع الجونه من خلال اتحاد الكوره، مؤكد يعني من خلال اتحاد الكوره. مؤكد، لان مش ممكن كمان هتقعد الموسم الجاي بدون لاعب. بالظبط. تمام، لكن قول لي يا كابتن جمال، انت بالفعل بتقترب من نادي الزمالك، وهل جلست فعلا مع الكابتن حسام؟ والله اتمنى ان انا طبعا ارجع لنادي الزمالك، واتمنى ان انت قعدت مع الكابتن حسام حسن فعلا؟ لا ما قعدتش مع حد لسه خالص يعني. ولا حد؟ زي ما بقول لك، موضوع الجونه هو العقبه دلوقتي يعني. لكن انت فتحت مين طب في موضوع نادي الزمالك؟ قعدت اتكلمت والله في ناس كتير كلمتني، بس مش من الجهاز الفني، ومش من المجلس، يعني ناس مقربين من الجهاز الفني. وانا يعني ابديت رغبتي ان انا ارجع طبعا اكيد، لان انا زي ما بقول لك كده اتمنى ان انا اختم حياتي في نادي الزمالك. وشايف ان زي ما حضرتك قلت كده، ان كابتن حسام ما عندوش مشكله خالص، وما عندوش مانع في الموضوع، فدي حاجه كويسه. ان هو له تصريح كابتن حسام ان انت لازم تصلح علاقتك بالجمهور الاول. والله يعني انا شايف ان ما فيش حاجه بيني وبين بين الجمهور الزمالك خالص، يعني الناس بتكلمني، والناس يعني ناس كتيره جدا بتتمنى ان انا ارجع تاني نادي الزمالك. فمش شايف ان في مشكله خالص. اللي عايز تقوله لجمهور الزمالك طيب دلوقتي؟ انا برضو سمعت عن كان موقع الزمالك فانز متهيألي كان عامل استفتاء يعني عن ان انا ارجع او لا، فمش يعني برضو الناس قالت لي ان في حوالي 80% كانوا موافقين ان انا ارجع يعني. انت تحب تقول ايه لجمهور الزمالك دلوقتي في اللحظه دي، وانت بتتمنى بتقول انك ترتدي تاني القميص الابيض؟ والله مش يعني سواء ان انا رجعت او ما رجعتش، يعني علاقتي بجمهور الزمالك دي حاجه يعني كبيره قوي عندي. اتمنى ان لو يعني اي حد زعلان مني ما يكونش زعلان مني في اي حاجه يعني. واتمنى زي ما بقول لك ان الناس تبقى مرحبه بعودتي، لانها هتفرق معايا جدا، يعني ان الناس تبقى متقبله ان انا ارجع النادي واشارك مع الفريق، وان انا اختم حياتي في نادي الزمالك. دي هتفرق معايا جامد جدا يعني، لان اللعيب من غير يعني لو الجمهور مش متقبله مش هعرف العب. فاهم قصدي؟ طب قول لي انت، اكيد انت مقرب من شيكابالا ومقرب من ميدو ومقرب من بعض اللاعبين الكبار في نادي الزمالك، يعني في احاديثك معاهم بيقولوا لك ايه يعني؟ لا هو اللعيبه ما فيهاش مشكله، يعني اللعيبه كلها يعني شايف ان هم عايزين نرجع يعني. مش ما فيش حاجه خالص بيني وبين اي حد في اللعيبه يعني. بس فما فيش يعني ما فيش كلام من قول لي انت اخر مره كلمت شيكابالا امتى؟ لا شيكابالا بقالي كتير ما كلمتوش. يعني في بينكم كتير بقالي فتره يعني. في بينكم مشكله يعني مثلا ولا ايه؟ لا خالص، لا مفيش مشكله ولا حاجه، بس مش عارف ان يعني هم بيبقوا يعني كانوا مشغولين في الماتشات وكده، فانا ما كانش فيه كلام خالص في الفتره اللي فاتت دي يعني. عموما كابتن جمال حمزه، بنتمنى لك التوفيق بطبيعه الحال، وان تعود مره اخرى للملاعب. انا بتمنى بس محمد والنبي يعني من خلال البرنامج بتاع حضرتك ان يعني يبقى في خطوه ايجابيه من اتحاد الكوره. بس يعني هو ده اللي انا بتمناه، او من نادي الجونه يعني ان اتحاد الكوره يفصل في الموضوع، لان ما فيش وقت، وزي ما حضرتك بتقول مش هينفع ان انا افضل قاعد سنه كامله ثانيه لا بلعب ولا باخد فلوسي، والناس يعني لا عايزين اتمرن ولا عايزين يسيبوني امشي، فمش فاهم برضه هم عايزين ايه. طب اخر اتصالات بينك وبين نادي الجونه كانت امتى؟ ما فيش اتصالات بيني وبين نادي الجونه، ما حدش بيرد لا عليا ولا على الكابتن تامر النحاس. هي الموضوع في ايد اتحاد الكوره يعني. لان هي لسه ما طلعوش القرار الرسمي، اللي هو المفروض القرار كان طلع ان هو اللي انا سمعته يعني ان هو 105,000 جنيه المخصومه مني، وان انا ارجع التمرين. فلسه القرار ما طلعش رسمي لسه لغايه دلوقتي. كابتن جمال حمزه، بنتمنى طبعا ان شاء الله ان اتحاد الكره يتحرك ويفصل في هذه القضيه، وان تعود للملاعب قريبا باذن الله. شكرا جزيلا كابتن جمال حمزه لاعب نادي الزمالك. قصه بقى طريفه ولطيفه جدا خرج بها نادي الزمالك اليومين اللي فاتوا عقد شيكابالا. نادي الزمالك لما ممدوح عباس رئيس النادي السابق
ارسل للنادي نسخ التعاقد اللي كان وقعه شيكابالا